قلت لكم هخلي عماد يعمل لكم سندوتش البيض المعتمد للفطار او العشاء لما نكون جعانين. احسن فطار هتجربوه في حياتكم بلا منازع. مفيش فطار هتعملوه ينافس الفطار ده، على فكرة تحدي، انا بتحداكم في القصة دي. وكل المكونات بسيطة قوي، عيش بلدي حلو وبيض بس كده كده. وبيض وحتة جبنة بالظبط كده. وبيبقى مقرمش. هنجيب كسري كسري. 3 بيضات. وانت صباعك وجع، كان المفروض انا اللي اكسر، بس ماشي. ده بيض صغير فهنحط 3، المفروض بنحط بيضتين وممكن واحدة العادي على حسب امكانياتكم يعني. بس يعني البيض ده صغنطوطي قوي. هو المفروض من 2، يعني واحدة او 2، لو واحدة كبيرة ممكن ماشي، 2 كبار تمام، بس 3 لا، يعني اقصى حاجة 2، لكن ده بيض صغير فعلا. مش هنحط حاجة غير ملح وفلفل. بالظبط كده. هو مين اللي بيعمل السندوتش كده؟ لا، ما انا هحط لك الملح وفلفل وهسيبك وامشي. انا حاسس ان هي تاني مره برضو تكون يعني متطفله عليا في الفيديو بتاعي. يعني الحاجه اللي انا بعملها كل يوم هي برضو لازم تخش فيها. مش عارف انا مش انت بصراحه اللي ايه قلت لي الستات دي بصراحه. كسري؟ ستات غريبه بجد. بأمانة ما اعمل حاجة تاني معاك، امشي. انت غريبه. أنا اللي طبعا غريبة. يعني نضرب البيت كده ضربه خفيفه لذيذه كده. كده بصوا كده احنا جاهزين نجيب بقى النار. خلاص بصوا حاجه خفيفه كده خالص. اول حاجه في سندوتش البيض عشان تبقى تعمل سندوتش بيض عالمي، الجزء اللي تحت هنخليه للبيض، الجزء اللي فوق هنخليه للجبنه. نجيب حته جبنه كده لذيذه. خليك بقى ايه يعني حبوب وكريم، وتفردها على الرغيف كده. بس تجيب حته كمان، مش بقول لك خليك كريم وحبوب. وعلى فكرة مش لازم نحط جبنة بيضة بس، ممكن جبنة رومي لو عندكم، جبنة موتزاريلا، اي نوع جبنة، بس بص احنا دايما أنا- بنحبها بالجبنة البيضة. لا معلش، هي الموضوع بيبقى حلو بيزك. اكتر من كده افتكاسات بقى، لا لا انا ماليش في الجو ده بصراحه. انا بحب الساندوتشات البيزك قوي اللي هي البسيطه خالص دي. كده احنا دور الجبنه بالنسبه لنا خلص. شكرا. انت لازم. معرفش دي حركه اساسيه بالنسبه لي في المطبخ. طبعا تجيبوا طاسه عاديه عشان نرمين بقى بنصور وكده. جابت لي طاسه زهر، ولو اني اصلا ما بحبهمش بصراحه عشان بيلسوعوا والدنيا بتبوظ خالص يعني. بس البوتاجاز ده لازم يبقى لازم يبقى فيها حاجة ظهر كده. سمنه ما ينفعش تبقى قليله قوي، يعني خلي فيه سنه سمنه حلوه عشان خاطر تكون النتيجه مرضيه بالنسبه لكم. عشان العيش يبقى مقرمش بس. حطوا سمنه بقى واستنوها لما تسيح شويه. لازم تسخن كويس عشان ما تلزقش. بالظبط ايوه. بصوا كده سخنت، هنحط البيض بسرعه جدا جدا جدا. تمام. ونجيب بقى النص الفاضي اللي انا قلت لكم الاول هنستخدم النص الفاضي، ونحطه كده اهو بس. ونستنى عليه شويه. طبعا المفروض تبقى الطاسه اصغر من كده شويه، دي كبيره. فاحنا هندخل كل الحواف دي تحت كده في الرغيف بس. خلاص اهو. تستعجلوش بقى لغايه اما تلاقي كل حاجه تمام تمام بس. هنستنى شويه بقى. والوصفه دي او الساندوتش ده محتاج بال طويل شويتين، لان هو ما ينفعش ناكله طري، لازم يقرمش جامد يعني. اللي هو قريب من الشبه اتلسع خفيف كده من تحت. صدقني في ثانيه. على فكره انا قلقان منها بامانه، مش من انا قلقان من الطاسه مش منك. ليه يا عماد؟ بس كده اهو، كده احنا عملنا نص المهمه بنجاح. طبعا السمنه اللي تحت هتخلي الساندوتش يقرمش شويه من تحت العيش. ولو ما لقيتيش سمنه حط سنه سمنه، فانا طبعا مش لاقي سمنه. هدي حته سمنه كده في الطاسه نفسها، تنزل تحت، تنزلي تحت بس. وبعد كده نجيب بقى ايه النص التاني ونحطه كده. وما تستعجلش عشان الموضوع لسه فيه بقى ايه، فيه خبايا. ده كان الاساس اللي فات ده، صح يا نرمين؟ بس صراحة عماد بيعمله عالمي، وانطونيوس بيحبه قوي. ده إيه فطار كل يوم الصبح. لا، لما يبقوا الولاد مش موجودين بيعمل ده عشان يبقى يعني كل واحد. ولاد موجودين انا هقعد اعمل كل يوم 4 سندوتشات، ده كتير عليا على فكره. هو انا وانتي بس الولاد موجودين ناكل عادي بقى. لا 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 مش بنحط سمنه من فوق، اصل كده كده بيبقى فيه بواقي سمنه في الطاسه من تحت. هي الفكره بس ان كمان الجبنه بتديله طعم حلو. صح يا نرمين؟ انا عايزك تقولي لهم ابداعي. ده كمان عايز اقول لكم بقى، لو سنه هرسه شطه في النص يا سلام على المزاج. بس احنا الساعه 2 بالليل فاكيد انا مش هعمل كده يعني. الناس طبعا مستغربه ان احنا بنصور، انا بصور معاها للصبح تقريبا. امسك البتاع عشان هتتلسع مني، هلسعنا. بصوا اهو، ونقوم قلبين كده. عشان انا قلت لكم لازم الموضوع يوصل لدرجه الاحمرار. لا لسه. بصوا هنا قرمش بس الجزء ده لسه. طبعا ممكن نرمين بقى وانا مش قاعد، او تقول لي اعملوا اكسترا يعني حاجه ظبطوا زياده يا عماد، فنحط سنه سمنه كده ندهنها من تحت تاني عشان يبقى مقرمش بزياده. تحت. ما احنا هنقلب تاني دلوقتي.
بصوا بقى، بس هشيله. نقلب تاني كمان مرة، عادي. بصوا هنا شايفين السمنة بقى مقصرة فيه ازاي؟ وكده احنا خلاص جاهزين اهو. كده خلاص الساندوتش بتاعنا خلص. شايفين بقى العظمة؟ نحطه هنا طبعا، ونشيل الطاسة دي عشان هتلسع حد فينا، ونجيب بقى مقص. يعني لو انتوا عايزين سكينة الموضوع سهل جدا على فكرة، لو عايزين نجرب بسكينة، بس انا كعماد بستسهل المقص عشان يطلع ايه شكله كده فيه حواف ولذيذ كده وجميل. بص اهو، بص هنا كده انا ونرمين اهو. بص تاني كده. خلاص احنا خلصنا. نفرجكم الاول بس عشان هو مولع بصراحه، مولع صح. بصوا شكله حلو ازاي. وده شكل الساندوتش بتاعنا من جوه طبعا زي ما انتم شايفين، الجبنه سايحه، طبقه بيض عاليه. ندوق بقى. انا باكله كل يوم. عظمه. حاجه بيزك كلاسيك، اكل موجود ما عندنا في البيت. عندنا بيض وجبنه وحته عيش بلدي، هنعمل اجدع ساندوتش. لو عجبكم فيديو النهارده ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو وتعملوا فولو للصفحه. نشوفكم مع فيديو جديد. باي باي باي. باي.